السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عصام في حلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة ممكن تبقى عودة. حلقة النهاردة هي حلقة من كتابتي. أنا بكتب، بس بقالي فترة طويلة جدا يعني ما نزلش أي حاجة من كتابتي، فخلينا نقول يعني إني بمشي إيدي كده، وأتمنى إن الحلقة تنال إعجابكم. ركزوا فيها جدا عشان التفاصيل بتفرق. وبس، كل اللي هقوله البس سماعتك، ركز، متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. وبدون مقدمات كتير، يلا بينا نخش في حلقة النهاردة. جاسر بيبدأ كلامه ويقول: أنا كنت شاب عادي في عين ناس كتير، كنت الشخص المثالي، شاب بشتغل من صغري، يعني ماليش تجارب كتير في الحياة. كبرت ودخلت الجامعة، وحكايتي كانت معاها من أول ما أنا دخلت الجامعة. شفتها، وكانت أول مرة أعرف إن في حاجة أحلى من الأكل ممكن أتعلق بيها. كانت واقفة هي واتنين من زمايلها، عيني كانت رايحة جاية عليها هي بس، كأن الدنيا من حواليها معمول لها زي بلور كده أو نغبشة، ومش شايف غير هي بس. في وقتها حسيت إن قلبي كان مقفول، أكنه باب مصدي، وهي بس اللي معاها مفتاحه. قلت ببساطة يعني ده ممكن يبقى أول يوم والناس موجودة وعيب يعني مبقاش أنا الشخص العبيط اللي راح حب واحدة من أول ما شافها في أول يوم جامعة. خليني عاقل شوية. وتجاهلت طبعا أي انجذاب أو أي حاجة بتحصل. قلت لنفسي ساعتها: في إيه يا عم، انت مجنون ولا إيه؟ ده انت لسه الاختيارات هتبقى قدامك كتير قوي، اصبر شوية. ودخلت محاضراتي وركزت في دراستي. حضرت أول محاضرة ليا في كلية حقوق. كنت مبسوط قوي. أجواء الجامعة بتبقى حلوة جدا في البداية، بتفرق بقى اللي هو خلاص كبرنا والجو بتاع الدروس راح، وخلاص بقى الانبهار جه. الجامعة والعالم المفتوح والبنات اللي بتقعد جنب الشباب. خلاص بقى نطيت لمرحلة جديدة ومختلفة. معرفش ازاي الناس دي كلها عرفت بعضها في اول يوم، بس ناس كتير قاعدة جنب بعض وبيتكلموا وأكنهم يعرفوا بعض من سنين. خلص اليوم وشفتها وانا مروح، بس طبعا لسه الجرأة ما جاتش اني اروح واتكلم معاه. وعدى تاني يوم وتالت يوم، اول ترم، تاني سنة، تالت سنة، والسنة الأخيرة من الجامعة. خلاص بتشطب. وانا لحد دلوقتي معرفش حتى اسمها، بس اللي اعرفه اني اكيد حبيتها. كنت بشتغل وانا في الجامعة ويتر في مطعم، بقدم الطلبات للناس، اسمع شوية رخامة ده، اشوف الرأفة والشفقة في عين شخص تاني وهو باصص لي كده لحد ما في مرة كنت خلصت خلاص الامتحانات ورجعت الشغل تاني. اتفاجئت بيها داخلة عليا المكان وكان معاها شاب. الشاب ده يبقى مين؟ الشاب ده يبقى سالم، زميلي وصاحبي في الجامعة. لا، ومش بس كده، الاتنين كان في ايديهم دبل وفي الشمال. المشكلة مش في كده، المشكلة ان سالم ده انا اكتر شخص حكيت له عنها، اكتر شخص عرفته انا قد ايه بحبها، اكتر شخص كان بيسمعني. معقول هو حبها من كتر ما انا بحكي له عنها للدرجة دي؟ يروح ويتجوزها؟ طب امتى؟ طب ازاي؟ طب
طب ليه يعمل فيا كده؟ ده انا صاحبه. وبعيدا عن ده كله، هو عارف ومتأكد ان انا شغال في المكان ده. حتى لو هو خاين وما يصنش اللي انا بحكيله للدرجة دي، توصل بيه الخسة انه يجيلي مكان شغلي كمان بيها. تملكت اعصابي شوية ودخلت واتكلمت معاهم. بس خليني اقولك ان اللحظة دي كانت فارقة جدا جدا في حياتي. الشاب المثالي اللي صورته كويسة جدا قدام الناس اتحول لشخص مثالي بس في شيء تاني تماما وتقريبا النقيض. وده هتعرفه لما انا اكملك الحكاية. فضلت باصص له وفي عيني الصدمة، وهي طبعا اكيد مش فاهمة حاجة. فضل يهزر معاها ويكلمها ويضحكوا ويمسك ايديها قدامي ويبصلي. وجت اللحظة ونده عليا: يا متر، يا جرسون، لو سمحت. ايوه يا فندم، اؤمر. انا اللي امر يا غبي انت مش شايف المدام قاعدة قدامك؟ اسأل المدام طبعا من الاول. تحت امرك يا فندم. تمام. تحب تشربي ايه حضرتك؟ او تحب تاكلي ايه حضرتك؟ انا تحت امرك. ممكن عصير مانجا لو سمحت. تمام يا فندم. وحضرتك؟ ساعتها سالم رد عليا وقال لي: هات لي يا ابني المشروب بتاعي. مش فاهم يا فندم، معلش. يعني ايه مش فاهم؟ انت هتعمل نفسك يا ابني انت مش عارفني اول مره تشوفني؟ اجري يا ابني انت، هات لي اللي مشغلك. طبعا انا كنت بتقطع. انا مش عارف ليه سالم بيعمل معايا كده. ده شخص ما شافش مني غير كل كويس. بدأت احس ان هو جاي وقاصد يكسر نفسي قدامها. ده حتى هي بدأت تتوتر واتكلمت معاه وقالت له: خلاص يا حبيبي، خلاص، مفيش حاجة، حصل خير، اهدى يا سالم. لين، اسكت انتي، انا عارف الاشكال دي اقدر اتعامل معاهم ازاي. بقيت بغلي من جوايا، مش عارف اعمل ايه. رحت وندهت له المدير وقعدت وطبعا المدير جه وسمعني سيل من التهزيء لإرضاء مستر سالم بدون أي رحمة. كان بيغسلني ويكويني قدامهم. بس اللي ما يعرفوش بقى سالم إنه عمل اللقطة دي مع أكتر شخص غلط في الدنيا ممكن يتعمل معاه لقطة زي دي. طبعا رفضت رفض قاطع إن أكمل في المكان ده تاني. بس قبل ما أمشي قررت إني أختم شغلي في المكان ده بإني أنزل الأوردر بتاعهم، وتحديدا يبقى آخر أوردر ياخدوه هما كمان في حياتهم. استأذنت مديري إني هجيب حاجة من الصيدلية على ما الأوردر بتاعهم يجهز. وبالفعل رحت الصيدلية وجبت الشيء اللي كنت محتاجه ورجعت للمكان تاني. كان الأوردر جهز. حطيت النقط في العصير وحطيت النقط في الكوكتيل أو المشروب الأساسي بتاع سالم. سالم جاي يشرب كوكتيل، تخيل. سالم ده يعني ده أبخل شخص في الدنيا. ده أنا كنت بحاسب له عشان ما نهيتش معاه في حسابات الناس. جاي يشرب كوكتيل ويقول لي المشروب بتاعي. يا سبحان الله. ماشي يا عم سالم، اما نشوف بقى هتعمل ايه. رحت وقدمت لهم الطلبات ورجعت للمدير وعرفته اني مش هاجي تاني. كلمت واحد صاحبي كان معاه عربية وقلت له يجيلي على مكان شغلي ويقف يستناني تحت. سالم كان نازل هو ولين، لقاني واقف مستنيه. استاذ سالم، انا بعتذر لحضرتك عن اللي حصل فوق وبعتذر لحضرتك كمان. لا ولا يهمك، بس بعد كده ابقى خد بالك. اكيد يا فندم. انا بس يعني حابب اعتذر بطريقتي لحضرتك وللمدام. لو ممكن حضرتك تتفضل معايا، انا خلاص تقريبا سبت المكان ده وكده كده انا كنت هسيبه. اصلا انا يعني ببدأ مكان جديد كده لوحدي انا وصاحبي، وحابب حضرتك تشرفني انت والمدام وتبقوا اول الزائرين حتى ناخد رأي حضرتك.
وده طبعا هيفرق معانا وشرف لينا. ايه رأيك يا حبيبتي؟ نروح ولا ايه؟ ماشي، خلاص اللي انت شايفه. طيب يا ابني، هو المكان ده قريب؟ قريب، ما تقلقش حضرتك. انا يعني العربية بتاعت شريكي موجودة واحنا واقفين هنا اهو، راكنين هنا. حضرتك هتشرفنا في العربية ونروح من غير ما تتعب نفسك. تمام، خليه يجيب العربية لحد هنا. تمام، ماشي يا فندم، حاضر. طبعا، العزومة دي كادو مننا، اعتذار عن اللي حصل فوق. ما يضرش، ماشي. طبعا هنا سالم حس ان هو بطل قدام لين. انا عارف ان الحاجات دي بتعجبه قوي. صاحبي جيب العربية ولين وسالم ركبوا ورا، وانا ركبت قدام. 5 دقايق والاتنين كانوا بياكلوا رز مع الملايكة. ها يا جاسر، هتعمل ايه دلوقتي؟ هنوديهم دلوقتي على بيت الحضرة. بيت الحضرة؟ ليه يا جاسر، انت ناوي على ايه؟ ممكن تسمع الكلام وما تعرضنيش في اي حاجة؟ مش محتاج منك غير انك تودينا بالعربية لحد البيت هناك وننزلهم وتمشي. مش محتاج منك اكتر من كده. ماشي، اللي تشوفه. اتحركنا ورحنا عند البيت. بيت في حتة هادية، في جراج تحت الارض متواضع نوعا ما. فتحت البوابة ودخلنا العربية جوه البيت، وفتحت باب العربية. يلا شيل معايا، انجز. انت هتعمل ايه يا ابني؟ بقى اسمع الكلام بقى. شيله معايا ووديه على الأوضة جوه، وانا هشيلها وهوديها جوه برضو. حطهم على الكراسي زي ما انا حطيتهم بالظبط. ممكن بعد اذنك تحقق لي اللي انا عايزه؟ طب انا بس لو سمحت ما تناقشنيش. اتفضل، قلت لك هخليك تمشي. شيلهم بس معايا، ندخلهم جوه وبعد كده امشي. طيب ماشي. طب بس طيب ممكن تفهمني هو عمل لك ايه؟ ده برضه صاحبنا يعني. ما تقولش صاحبنا، مش عايز اسمع الجملة دي تاني. انا ما بقاش عندي ثقة في حد، وما عنديش صحاب. حتى انت انا مش ضامنك. ممكن تمشي من هنا اصلا تروح تبلغ عني. بس عادي، مش فارقة. ممكن ننجز. انت بتقول كده عليا انا؟ ماشي يا عم، تشكر. يلا يا عم خلينا نشوف اخرتها معاك ايه. خليني اوصف لك المشهد بشكل يعني يوضح ايه اللي كان حاصل ساعتها. اوضة، كرسيين، كرسي ثابت وكرسي متحرك. في الكرسي الثابت كان محطوط عليه سالم مكتوف الايدي والقدمين، والكرسي المتحرك كان محطوط عليه لين معصوبة العينين مكتوفة الايدي ومكتوفة القدمين. وكان في كشافين كبار، كشاف متسلط على وش سالم وكشاف متسلط على وش لين. وبدون اي مقدمات يترش مية في وش سالم عشان يفوق. يفتح يلاقي لين متكتفة قدامه في الكرسي، ومن هنا نقدر نقول انها بتبدأ الحكاية. اهلا استاذ سالم، يا ترى المكان عجب حضرتك؟ جاسر، انت بتعمل ايه؟ انت ناوي على ايه؟ في انت جايبنا هنا ليه؟ لا انا مش ناوي على حاجة خالص. مفيش والله، انا يعني بص ناوي ادوقك كوكتيل بقى مختلف خالص عن الكوكتيل اللي انت دقته في المكان. كوكتيل بقى هيعمل لك دماغ جديدة، بس تقريبا يعني هيبقى اخر كوكتيل تاخده في حياتك. بس قبل ما اديهولك بقى هوريك انت عملت ايه معايا النهارده. انا كنت هترقى في المكان اللي انا مشيت منه النهارده، مشيت منه بسببك. وفي نفس الوقت بقى انت خدت اكتر بنت انا حبيتها في حياتي واتجوزتها، تخيل. بس اللي انا مش فاهمه هو انت كنت ليه بتعمل كده؟ بس هقولك، استنى بس ما تتكلمش. انا عايزها تبقى سامعة عشان بس تشوف هي كانت جاية مع مين، والمتخلف اللي هي كانت جاية معاه النهاردة عمل ايه، وعواقبه هتبقى عاملة ازاي عليكم. جاسر، ليه ملهاش دعوة. لو سمحت خرجها بره الموضوع ده، روحها وخلينا مننا البعض راجل لراجل.
تقولش بس بقى راجل لراجل دي، ما ينفعش جملة راجل لراجل دي تذكر فيها اسمك يا سالم، ما ينفعش. ما تجيبناش احنا الاتنين في جملة. انا قلت لك تسكت، تمام؟ اي كلمة تاني. بص بص بص، انا يعني لحد دلوقتي ساكت، بس بص احنا ممكن نجرب ده كده. كهربته بالالكتريك في ايده. الصرخة كانت كفيلة تفوق لين. معلش بيوجع صح؟ معلش يا استاذ سالم، معلش. بص، دي حاجة بسيطة يعني، دي البداية. عايز اقولك ان هو ده متطور جدا، ده فيه فولتات كتير، ده اول مستوى وهو فيه كذا مستوى تانيين، تقريبا ممكن يوصل ل 120 فولت. حد قليل الادب زي مثلا ممكن يخليه 400 فولت، حاجة يعني تقريبا ممكن تحرقك، يعني تخليك كده جلدك يتحرق. بس يعني عايزك تصبر شوية. صراحة يعني بقالنا كتير ما عدناش يا راجل، فخلينا كده نقعد مع بعض شوية. رحت وشلت الغطا من على عين لين، والغطا كده كده كان مبلول من دموعها. اكيد ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، ولا مين ده وايه اللي جابهم في المكان ده، وليه الموضوع اتطور للدرجة دي مجرد خناقة في مكان. بصت لسالم وقالت له ايه اللي بيحصل يا سالم؟ شفت وصلنا لفين؟ انا قلت لك مالكش دعوه بيه، وقلت لك تعدي الموقف. شايف يا اخي اخرة اللي انت عملته؟ منك لله يا اخي. طب والنبي لو سمحت جاسر، صح؟ لو سمحت والنبي يا جاسر، والنبي ما تعملش حاجه عشان خاطري، والنبي الله يبارك لك سامحنا والنبي. انا عايز اروح، والله انا ما عملتش حاجه. بصيت لها كده وقلت لها دغرك مش دلوقتي، بس هقولك حاجة بقى. خليني اعرفك الاول انا مين، والكلب ده يبقى مين. انا جاسر، وده سالم. مش عايز اقول صاحبي، والله كتير عليه، بس الكلب ده كنا انا وهو بنبات في سكن واحد، وطول الوقت قاعدين مع بعض، وشنا في وش بعض، وبحكي له كل حاجة. بشكل او باخر انا كنت بحبك. تخيلي كنت ومعرفش بقى هل ده انتي ليكي ذنب فيه او ملكيش، بس انا اسف يعني. انتي اوريدي معانا هنا خلاص. انا بس اللي عايز اعرفه ليه سالم يروح لاكتر شخص انا حبيته ويبقى معاه، وانا كنت اكتر شخص بحكي له كل حاجة. ده هو كمان ما اكتفاش انه يتكلم بس، ده راح واتجوزك. انتوا الدبلة في ايدك الشمال، صح؟ انتوا اتجوزتوا ازاي؟ انت لحقت يا ابني؟ ردت هي وقالت احنا كاتبين الكتاب بقالنا يومين بس، ولسه ما عملناش الفرح. قلتيلي. طيب، هو عامة مش غشني بس وراح اخد حبيبتي، لا ده كمان وصلت بيه الخسة انه يجي يذلني في شغلي وقدام حبيبتي. حبيبتك ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اصلا ما اعرفكش. هو انا مش قلتلك انه لسه مش دورك؟ طب اهو. ورحت مكهرب سالم تاني. شوفي بقى، كل ما انت هتتكلمي تاني هكهربه كده. سالم طبعا كان بيصرخ وبدأ يشتمني. يا ابن الكلب، والله بس اخرج من هنا. ينفع كده يا سالم؟ غلط موت اللي انت عملته ده يا سالم، بس عامة. انا عذرك. هو اكيد بيوجع صح يا سالم؟ بيوجع. جرب تاني كده.
معلش بص، بس ممكن نجرب حاجة تانية، ممكن مثلا ما تبقاش بتوجع. بص هوضح لك اكتر. بص شايف الحنفية دي فيها خرطوم، شايف الخرطوم ده؟ بص كده احنا نجرب نحط الخرطوم ده كده في بقك ونفتح المية على اعلى حاجة، نشوف كده بقى ايه اللي هيحصل. ايوه يا سالم. حرام عليك، ايه ده بقى القرف ده؟ ما تعملش كده. ما ده بقى، هو انت لا عاجبك الكهرباء ولا عاجبك الميه؟ ماشي. بص عامة انت اكيد موجوع، بس تأكد ان عمر ما وجعك الجسدي ده هيوصل للوجع اللي انت خليتني احسه في مجرد موقف. انت خدت حبيبتي وبوظت لي حياتي وبوظت لي شغلي، وتقريبا خلاص الحياة اسودت، كل حاجة باظت، وكل ده انت كنت شايفه عادي. فعادي، ايه المشكلة اما تتقلب شوية؟ ها ايه رأيك؟ طيب المية كويسة ولا نرجع للكهرباء تاني؟ شكلك محبتش المية قوي، احنا ممكن نرجع للكهرباء تاني. انا لو خرجت من هنا هقتلك. تخرج من هنا؟ طموح جامد. انت مفكر ان انت هتخرج من هنا اصلا؟ طيب حاسك خدت اكتر من وقتك، بس عايز اقولك حاجة. للأسف النتيجة كده كده حتمية، كده كده هتموت يا سالم. للأسف أنا متعودتش إن في حد ياخد مني حاجة أنا عايزها وما خدش عمره. أصل أنا ما قلتلكش الشخص المثالي اللي أنت شايفه طول الوقت ده أحيانا بيبقى عنده جانب ما يحبش يوريه كل الناس. الجانب ده بقى أنت دلوقتي بتشوفه اكسكلوسيف. أنا كنت منعه عنك بس عشان بحاول أبعده عني وعن حياتي أنا كمان، بس أنا آسف، أنت اللي خرجته وخرجته بقوة، ظهر للعالم. شكله بدأ يخاف وبدأ يبصلي بشكل هو مرعوب، وشكله حس إنه قرب يموت وبدأ يتكلم. أنا آسف، طيب أنا آسف والله، أنا ما أقصدش. طب شوف أنت عايز إيه وأنا أعملهولك. طب والنبي ما تموتنيش. أنا طب بص أنا ممكن أسيبها، أنا ممكن أطلقها أساسا. أنا مش عايزها أصلا، عادي أنا كنت بغيظك بس عادي. تغيظني ليه؟ أنا عملتلك إيه أصلا؟ قول ما عملتليش إيه. نعم، انت طول الوقت كنت انت الطيب، انت الكويس، انت الشخص المثالي، انت احسن حد في الشلة، انت اكتر شخص الناس بتثق فيه، انت المحترم، وانا كنت صاحب المثالي. لكن مش هو، وانا مش وحش. اشمعنى انت تاخد كل حاجة؟ ناس تحبك، ناس تحبهم، واحدة كمان حبيتها وعايز تروح لها، وانا مفيش اي حاجة خالص. انا هفضل مستمع ومتفرج كده بس؟ ما طبيعي اعمل حاجة، وانت عشان تعمل حاجة تدمر حياتي انا؟ طب اديك دمرت حياتك انت، شفت بقى؟ ايا كان، انا فهمتك انا عملت كده ليه. ممكن بقى خلاص كفاية، انا بجد هسيبها لك خلاص. لين كانت قاعدة بتشوف ده كله وبتتابعه، وفي وشها صدمات كتير جدا ما بين الوضع اللي هي فيه وما بين اللي المفروض بقى جوزها اللي بيتخلى عنها في اقل من ثانية، وما بين انها المفروض انها بتحبه لانه تظاهر بده، وفجأة بيتنكر تماما من كل الحب ده ويبين لها ان هو بس مجرد كان بيغيظ واحد صاحبه وبيكذب عليها ده كله.
كمية صدمات مهولة طبعا، وما بين كمان انه طلع شخصية قذرة وعنده عقد نقص كتير. ما كانش عنده مشكلة خالص انه يبوظ حياة صاحبه علشان بس يحس بانتصار ويحس انه مميز هو كمان. بقيت قاعدة وبصلنا مش قادرة حتى انها تخرج اي كلام. فجأة قررت انا خلاص ان هنهي النقاش ده. خلاص بقى، خلاص كفاية، خلصت. صدقني انا مش طايق حتى الناس مع صوتك. عارف ليه؟ عشان خاطر انا كنت بعتبرك اخويا. بس كنت. انت عارف انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هقدم لك خدمة. الخدمة دي بقى مش كل الناس بتحظى بيها. الخدمة دي هي اني هنهي لك حياتك القذرة دي عشان ما تعملش كده في حد تاني، عشان انت ما تضمنش برضو ان الحد التاني ده ممكن يديك الفرصة دي تاني ولا لا. ما تعرفش يعني هل هو هيديها لك بطريقة عاملة ازاي ولا هيعمل فيك ايه لحد ما توصل للموت. شفت انا حتى لحد دلوقتي خايف عليك ازاي. يلا حافظ الشهادتين بقى ولا اقولهم لك؟ بص عامة اللي انت فيه ده اكيد شخص ما يعرفش ربنا، فهقول لك حاجة بقى. يلا قولهم ورايا كده الشهادتين. قول يلا: اشهد ان لا اله الا الله. يلا قول ما يا ابني ده اخر دقايق في عمرك. قول يلا ورايا: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. برافو عليك، برافو. قول. ايوه شاطر. ايوه يلا. رحت لفيت من وراه ومسكت دماغه ورفعتها لفوق وطلعت سكينة من جيبي وقطعت رقبته. الدم كان بيطلع منه زي النافورة، طرطش على وش لين وعلى ايديا وبهدل الدنيا خالص. يا اخي ده انت مقرف حتى وانت بتموت. سحبت الكرسي ورا بجسمه ورحت مرجعه وجبت كرسي تاني وحطيته قدام لين وفضلت باصص لها ومركز معاها قد ايه هي جميلة. وبدأت اتكلم معاها واقول كلام انا عمري ما كنت هقوله بكل بساطة: لين انا بحبك. انا عارف ان انت خلاص دلوقتي ما بقيتيش ليا، بس انا عايز اقولك معلومة مهمة جدا. انا في كل الاوقات في حياتي كانش عندي اي دافع لحد ما دخلت الجامعة وشفتك وبقيتي انت الدافع ده. بس للأسف خلاص الدافع ده انتهى. وانا برضو يعني ما عنديش حد، لا عيلة ولا اهل ولا اخوات ولا اي حاجة من الكلام ده. وللأسف برضو انت ملكيش ذنب في اي حاجة. بس اللي انا متأكد منه ان انا مش هقدر اقتلك، لان حتى لو قتلتك انتي مش هتموتي لانك عايشة جوايا. خيالك ممكن يجيبلك ان ده مجرد كلام بس انتي سامعاه دلوقتي، بس انا مش بقول اي كلام، انا بقول حقيقة انا عايشها وعارف معناها كويس. مهم انا حبيت بس اوريكي ان انتي كنت مختارة شخص غلط، وان مش ده الشخص اللي انتي تستاهليه. انتي تستاهلي حد فعلا يصونك. كملي حياتك واختاري شخص يكون بيحبك فعلا، مش شخص ضحك عليكي بكلمتين او قالك ان هو بس بيحبك وخلاص. وعشان اثبتلك ان انا بحبك فعلا مش هوريكي الجزء اللي جاي من الحدوتة. وقمت وغميت عينيها ورجعت تاني مكاني على الكرسي. بص يا رين، هنا في كاميرات، ومدي ايدك كده لو سمحتي. ومسكت ايديها وحطيت لها فيه الموبايل اللي هو بزراير. بص يا رين، اول ما اخلص كلامي هتدوسي مرتين على الزرار اللي بيتصل بالذاكرة العشوائية. انت هتفتكري وهتعرفي مكانه فين هتدوسي مرتين، واظن بعدها ان انت هتعرفي تتعاملي. بص يا رين،
انا فعلا مش هقتلك، بس انا اظن ان خلاص حياتي خلصت، مش محتاج ان انا اعمل فيها اي حاجة تاني. بس انا هقتلك، وعشان اقتلك فعلا مش محتاج ان انا اضربك انت بحاجة او اخبطك بحاجة. انا محتاج بس اظبط مكان السكينة عند قلبي تحديدا، والموضوع هيبقى خلص خلاص. بس قبل ما اموت انا محتاج بس امسك ايديك دقيقة. ومسكت ايديها فعلا، وهي بدأت تصرخ وتتكلم. لا 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 لا، والنبي والنبي ما تعملش كده، عشان خاطري الله يبارك لك، والنبي والنبي بلاش تعمل كده. اسمع بس جاسر جاسر، معلش، والنبي بلاش تعمل كده، بلاش تموت نفسك. لو سمحت لو سمحت خلينا نخرج طيب من هنا. اهدى بس اهدى. رجعت لورا، وكل اللي سمعته بعدها وهو صوت هبدة جسمي على الأرض. لين دست مرتين على زرار الاتصال عشان تسمع صوت اللي بيرد عليها وبيقول: الو، النجدة؟ ايوه، الحقوني الحقوني. ايوه يا فندم، احنا معاكي، بلغينا ايه البلاغ بتاعك؟ الحقوني، انا مش عارفه انا مكاني فين، انا مخطوفه، تعالوا لي والنبي بسرعه، الحقوني الله يبارك لكم. يا جاسر يا جاسر. ما كانش بيرد عليا. قالوا لي ان هم هيحددوا مكاني ويجوا. قعدت انادي عليه واحاول اتاكد ان هو عايش ولا لا، بس عيني كانت متغميه ومش عارفه اي حاجه. كميه خيالات في دماغي ومش عارفه احسب حاجه. انا تقريبا كل اللي في دماغي بس ان انا حواليا دلوقتي جثتين. طب يا جاسر والنبي لو عايش رد عليا، انا ما عملتش حاجه لكل ده. طب انت مت فعلا طيب ولا بتضحك عليا؟ سمعت صوت كسر الباب وناس كتير دخلت الأوضة. وشالوا الرباط اللي كان على عيني عشان اشوف جثتين، جثة جاسر وفعلا السكينة مرشوقة في قلبه، وجثة سالم اللي كانت موجودة على الكرسي. اظن ان حياتي وقفت عند اللحظة دي. فضلت كده فترة، ودخلت المستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وكتبت الكلام ده قبل ما انتحر ونط من شباك الأوضة، عشان تبقوا عارفين ايه اللي حصل لي. استنى بقى، استنى، ايه انت هتقفل ولا انت مفكر ان الحكاية خلصت كده؟ لا 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 لا، عيب عليك يا راجل، ما ينفعش يعني، مش معقول. لا انا مت ولا هي ماتت، ولا اي حاجة من دي حصلت. بس خليني اوضح لك حاجة مهمة جدا، الا وهي سالم كان يستحق كل اللي حصل. ليه؟ اليوم اللي سالم ولين جم ليا فيه ده كان تاني يوم احتفال بكتب الكتاب. انا جاسر، صح معايا، انا لسه عايش. هتسألني وتقولي انت ممكن تبيع حبيبتك لحد؟ هقولك لا. بس هي برضو كانت عارفة الخطة كلها. انا كل اللي قلته وكل اللي فات ده كان حقيقة،
كنت فعلا بحكي لسالم عنها، وكنت بقول له فعلا قد ايه هي جميلة، بس بدرجة تحببه هو فيها. ليه؟ عشان انا عارف ان سالم ده صاحب مش اصيل. وصدقني هو مشي على الخطة بالظبط بمدى قذارة شخصيته. تعال اوضح لك ايه اللي حصل. اللي حصل ان سالم هو شخص عنده حب امتلاك لكل ما يرغب فيه الغير. كل شيء وايا كان ايه هو الشيء. سالم شخص عيلته اغنياء جدا، بس يعني معظمهم او كلهم تقريبا اتوفوا، وهو غني جدا، بس هو طول الوقت عامل فيها الشخص الغلبان اللي محتاج الناس تصرف عليه، بس ده عشان هو شخص بخيل ومعفن. فببساطة يا صديقي بنفس منطقه انا حسيت اني استاهل الفلوس اللي معاه اكتر منه، وعندي حب امتلاك ليها برضه، وهو حس انه يستاهل حبيبتي اكتر مني. مفيش فرق ما بين شخصياتنا احنا الاتنين اكثر من بعض. بس انا اسف انا اللي كسبت. خليني بقى احكي لك الحكاية تاني من طقطق لسلام عليكم عشان تفهم اللي حصل. قد ايه سالم ده كان غبي جدا، ومشى الخطة بتاعتي بسلاسة اكتر مما انا كنت عايزها. سالم راح للين وعرفها ان هو اللي بيحبها مش انا، وان انا بس كنت بتابعها عشان خاطر محدش يقرب منها عشانه هو، اكني يعني صاحبه وبيتابع له الموزة بتاعته. واعترف لها بحبه، وكده كده انا ولين من زمان كنا اصحاب من قبل ما نخش الكلية، وكنت معرفها ازاي تمشي معاه الدنيا وتكلمه وترد عليه ردود عاملة ازاي. وفضلنا كده وفضلت تمشي الدنيا لمدة طويلة جدا لحد كتب الكتاب، ودي كانت اللحظة اللي احنا منتظرينها طبعا. وكتبوا الكتاب وبقت مراته. كتب الكتاب هو وعيلتها بس، وكان الكلام على الضيق. انا قلتلك هو مقطوع من شجرة برضو. واستأذن والدها انه ياخدها ويخرجوا، بس والدها رفض وقال له يومين كده وتبقوا تخرجوا، وده كان الميعاد بالظبط اللي احنا محتاجين. اتفقوا وطلب منها انها تختار مكان عشان يسهروا فيه، وبالصدفة بالنسبة له هي اختارت المكان اللي انا شغال فيه، بس ده كان اتفقنا. وجم عندي، ولانه شخص واطي خلاني اتأكد اني لازم اعمل فيه كده. النمرة اللي عملها وانا في المكان خلاني اتأكد انه يستاهل اللي انا ممكن اعمله فيه بعد كده. عمل ايه؟ انتوا كده عرفتوا. هو انا كده كده كنت ماشي، بس يعني ليه بقى الحاجات دي؟ بس هو عجل يعني بأمر شوية. خدناه وفعلا رحنا على البيت والمكان اللي انا كنت مظبطه انا ولين، وفعلا انا كنت سايب كاميرات في المكان تسجل كل حاجة، بس لحد تايم معين. الكاميرات تصور لحد ما انا اكون اتقتلت بس قدام الكاميرا. رحنا المكان وبدأت حفلتنا، وخلصت على سالم. لحظة بس اللي كانت شبه مش محسوبة بالنسبة لي هي انا هخرج ازاي من الأوضة. انا لما وقعت بالظبط، يعني لو انا فاكر تحت رجل اليمين، لحد ما الساعة اللي في ايدي التايمر بتاعها يرن واعرف ان الكاميرا فصلت، واخبط لين في رجلها
عشان ترن على البوليس والبوليس يجي. وعلى ما البوليس جه كان في جثة تانية مكاني، ما كنتش انا، كان شخص تاني. طب تقدر تقولي الشخص التاني ده هما ازاي ما تعرفوش عليه ان انا؟ اقولك، كان في مركب كيميائي محترم تحت رجلنا في الأوضة. المركب ده كان المفروض انه لو انا فعلا مت في المكان ده، المركب ده يسيح جلد وشي يخليه شبه العصير. المركب ده سيح جلد الجثة اللي موجودة، فما بقاش ليها ملامح، فبالتالي بقينا انا والجثة اللي محطوطة نفس الشخص. وجاسر الله يرحمه عرفت امثل الدور عليهم صح قوي، وببساطة اتنقل كل املاك سالم للين. بشكل او باخر هي بقت غنية بطريقة فاحشة، وخدت فعلا كل املاكه، على اتفاق ما بيني وما بينها ان كل اللي احنا صرفناه في خلال العملية دي هيبقى بالتقاسم ما بيننا. طبعا الحاجات دي بتحتاج رشاوي ما بين الناس اللي في الحكومة ويشيل الجثث والناس اللي هتخفي الجثث. طبعا الكلام ده كله محتاج رشاوي عشان يمشي، وعشان كل حاجة تتقفل على نظافة. ولين في رأيي فازت بكل حاجة، فازت بيا ده أولا، وفازت بقلبي وبفلوس سالم. حسيتها فايزة زيادة عن اللزوم شوية، مش مشكلة يعني، ما أنا برضو بحبها يعني. عملت نفسها مجنونة، وشوية بقى تتنطط، شوية تعمل مسهمة، لحد ما دخلوها المستشفى. وفكرك هي انتحرت؟ طبعا لا، دي قفشة في الدنيا، دي قاعدة، اللي زيها ما بيمشوش بسهولة. وزي ما ظبطنا موتي ظبطنا كمان موتها. بس قبل ما نظبط موتها كانت بايعالي كل حاجة بيع وشراء، ومحولالي كل الفلوس بس بشخصيتي الجديدة، قبل ما نموت شخصيتها القديمة هي كمان ونخلق لها شخصية جديدة. شخصيتي الجديدة ألا وهي محمود الحسيني. مين محمود الحسيني؟ هو جاسر بس بشخص جديد، بورق جديد، بتايتل محامي برضو. وببساطة هتقولي ازاي انتحرت وازاي رميته جثة من فوق المكان والكلام ده. اللي انتحر ما كانش هي، اللي انتحر كان واحدة زميلتها في العنبر. وعايز اقولك ان الشيء ده كان هيكلفنا كتير جدا، بس هي بقى بنت اللذينة طلعت شاطرة قوي. بيصادف ان في واحدة عندها ميول انتحارية في قلب العنبر، هي بس حركتها ليها ووجهتها انها تنفذ ميولها دي. وفرت علينا كتير قوي بنت اللذينة. بس يعني عصلجوا معانا شوية في المستشفى لحد ما خلوا الورق باسمها، بس كله بالفلوس بيمشي. ماتت لين عشان تتولد منى المسيري. ايه رأيك؟ بعرف اخطط كويس؟ اظن ان انا بعرف اخطط كويس. نرجع بقى لعادتنا. ايه يا حبيبتي اتأخرت ده كله ليه؟ معلش يا حبيبي والله الطريق كان زحمة جدا. ماشي يا بابا الحمد لله على السلامة. لا بس انا زعلانة منك. ليه بس يا حبيبتي زعلانة مني ليه؟ بقى كده ده كله تسيبني في المستشفى يا جاسر؟ ما خلاص بقى قلنا مفيش جاسر، دي جاسر ده خلاص انتهى. اعمل ايه يعني؟ لساني لسه واخد على جاسر. لا لسانك لازم ياخد على الاسم الجديد عشان خاطر ما يقعش بالصدفة قدام اي حد تاني. تمام يا منى؟ يا عم ما احنا قاعدين سوا، هو حد سمعنا؟ كلامي يتسمع. تمام تمام. وبعدين يا حبيبتي هو انا كنت سايبك في المستشفى بمزاجي؟ ما عشان خطتنا تمشي مظبوط.
الدنيا كان لازم تبقى ماشية واحدة واحدة. أي سرعة أو نط في الأحداث كان وارد إنه يثير الشكوك. ماشي يا حبيبي، خير، حصل خير. حصل خير. ايه، خالد صاحبك جاي ولا مش جاي؟ لا جاي، ما تقلقش. قلق ليه؟ شوف انت، ممكن تبقى قلقانة ليه مثلا؟ مش فاهمة قصدك. ما قصديش حاجة. تاكلي؟ يا ريت والله، لحسن ده انا جعانة قوي. ما تقلقيش، المكان هنا بيعمل اكل حلو. شايف المكان اصلا اللي احنا قاعدين فيه؟ يلا الله يرحمك يا سالم، لولا عمرنا ما كان زماننا حتى بنعدي قدام المكان ده. مكان غالي مش كده؟ خلاص بقى، قفل على السيرة دي، الله يجحمه. يلا شوفي هتاكلي ايه. لا شوف لي انت بقى، يعني ممكن تعزمني على ايه؟ ها، طلبت لها مكرونة وفراخ، وطلبت ليا بانيه، وقعدنا ناكل ونشرب ونهزر ونضحك، وخالد مجاش. بس الفكرة بقى ان انا الشخص الوحيد اللي في القعدة دي اللي عارف ان خالد مش هيجي. ما هو اصل خالد متكتف في البيت. ايوه، نفس الأوضة، نفس الكرسي اللي كان فيه سالم. خالد ده صاحبي اللي جه خدنا بالعربية انا وهي وسالم، وهو نفس الشخص اللي جاب لي الجثة وحطيناها مكاني في قلب المكان. وبرضه هو الشخص الخاين في القصة دي وعايش لحد دلوقتي. الشخص ده خاني ازاي؟ ببساطة زي ما انا بالظبط كنت بعمل في سالم، هو كان عايز يعمله بالظبط معايا. بيلعب على لين. هو انا شايفه من بعيد ومستني وعامل نفسي مطمن، عشان لين المفروض انها كمان بتحبني. بس للأسف اللي تخون مرة عادي جدا تخون تاني. لين استجابت، فبالتالي بقى هما الاتنين في زون الخاينين بالنسبة لي. وبالتالي برضو محتاجين ننفذ الخطة، بس ننفذها المرة دي بجد. محدش هيكسب قدي، انا بس اللي هكسب. هكمل عادي قعدتي معاها، وهطلب منها ببساطة اننا نروح المكان تاني عشان سايب الفلوس هناك فيه. وكمان هنقابل خالد هناك عشان هو جايب لنا باسبورتات نقدر نسافر بيها. بدأت كلامها وقالت: قال قول لي يا حبيبي، احنا هنروح فين بعد ما نخلص هنا؟ هنروح بيت الحضرة. الواد خالد مش عارف مجاش ليه وكده، فغالبا تلاقيه مستنينا هناك عشان انا سايب الفلوس هناك وجايب لنا الباسبورتات. هنروح هناك ناخد الفلوس وناخد الباسبورتات ونمشي. يوه، هو مفيش مكان تاني نقابله فيه؟ ما تخليه يا عم يطلع لنا، انا قلبي بيتقبض كل ما اسمع سيرة المكان ده. متقلقيش يا حبيبتي، انا معاكي. وبعدين خلاص، ما كل حاجة خلصت، ما تقلقيش، هنروح ونخلص ونمشي. ماشي. يوه، انت ما بتعرفش تتكلم غير بالتون المرعب ده، لازم تخوفني منك يا اخي. ليه؟ ما انت عارفة كل حاجة، ده انا اطيب خلق الله، انا برضو يتخاف مني؟ انا عارفة كل حاجة يا اخويا. يلا طب بقى اطلب الشيك، خلينا نمشي. لا، هنشرب عصير الاول. لا مش عايز انا اشرب عصير، انا واكل اكل كتير. لا، هنشرب عصير الاول لو سمحت. 2 مانجا. انا شربت وهي شربت، وانتوا اكيد خلاص بقى فاهمين ايه اللي موجود في المانجا. وخلاص بدأت تدروخ، واظن هي دي اللحظة المناسبة يعني انها تنزل فيها على رجليها. خدتها في العربية وركبنا ورحنا للمكان عشان تتحط على نفس كرسيها تاني. بس المرة دي بقى مش خطة ومش شيء محسوب، وكل اللي هيحصل هيبقى وليد اللحظة. لما يتحطوا قدام بعض هتبدأ الحفلة، ونشوف مين فيهم هيبقى على التاني اكتر.
ربطها في الكرسي، وهو كده كده كان متربط. واظن انه جه وقت الجرس انه يشتغل عشان خاطر الاتنين يصحوا. اصحوا اصحوا لي انتوا الاتنين. ايه رأيكم في المشهد ده؟ بيفكركوش بحاجة؟ ايه ده ايه ده؟ في ايه يا جاسر؟ في ايه؟ احنا مش خلصنا بقى؟ خلصنا؟ ده احنا لسه بنبدأ. فكني يا جاسر، فكني، بطل هبل. هبل؟ ماشي يا خالد، بس انت اهدى عليا حبة. دورك جاي انت كمان، اصبر. قوليلي بقى يا لين، كنتوا ناويين على ايه انتي وخالد عشان خاطر تموتوني؟ ها، قوليلي كنت هتستخدموا انهي خطة بالظبط، او كنتوا بتظبطوا خطة جديدة؟ وعرفيني برضو يعني، هل انا كنت ماشي على الخطوات زي سالم مظبوط، ولا كان في حاجات غلط بعملها؟ عرفيني برضو، انت عارفه انا راجل فضولي من زمان وبحب اعرف كل حاجه. انت اكيد اتجننت، انت اكيد اتجننت. اتجننت فعلا، اتجننت لما حبيتك. الناس دايما مش فاهمه معنى الحب، بس اظن ان انا دلوقتي شخص فاهمه. اقولك حاجه، في رايي الحب ده اكبر مصيده ممكن اي فار يقع فيها. يعني اي فار زي كده مثلا، انا بعترف، شوفي النزاهه، بعترف انا اني فار وقعت في المصيده، رجلي جت فلازم اقول. والفار لما بيخش المصيده بيبقى مصيره حاجتين: اما ان صاحب المصيده يكون قلبه رحيم وياخده بعيد عن البيت بتاعه ويفتح له المصيده ويطلق سراحه، او يكون بقى صاحب المصيده دي شخص زي كده ويدوقه عذاب ما دقوش قبل كده، تعويضا عن القلق اللي عملهوله في بيته. هلا قوليلي ايه رأيك في اللي بقوله؟ بس بقى يا جاسر والنبي، خلاص بقى قوم فكني بقى، بطل سخافة يا اخي، والله ما في حاجة. خلاص بقى، ده انت هزارك تقيل. قوم يا جاسر فكني، خلص بقى، ايديا وجعتني. انت لسه مش مصدقة برضه؟ طيب هقولك، ما قلتليش ليه ان انت بتقابلي خالد من ورايا؟ كنتوا بتخططوا لايه بقى سوا؟ يا ابني، يا ابني يا غبي انت، افهم. والله يا ابني ما كانش فيه حاجة، احنا كنا بنظبط لك حفلة يا اخي. يا عم هخونك ليه؟ اصلا انا كنت بساعدك. هقول لك انا تخوني ليه؟ تخوني طبعا عشان شايفني كسبان اكتر منك. طبيعي، انت لسه برضه ما كسبتش حاجات، بس فجأة عايز تكسب كل حاجة، عايز تبقى جاسر. شفتني كسبت البنت، خدت الفلوس والعربية وكل حاجة، طبيعي تغير، طبيعي تبقى في جزء من سالم. وانت برضه لسه مساعد النجم. فهمت ليه ممكن تخوني يا خالد؟ انا مش كده، انا مش زيك. شفت بقى انك بدأت تبان على حقيقتك ازاي؟ ومالك بقى انت بزيي ولا مش زيي ولا الكلام ده؟ انا مالي بيك اصلا؟ هقولك انت مالك، انت شخص مجنون يا جاسر، وهي كانت اجن منك لما حبتك. وايه كمان؟ مفيش حاجة كمان، اللي انت عايزه اعمله، بس انا مخنتكش. عامة الكلام ده بيقفل بموسيقى درامية كده، ممكن شوية ساوند افكت كده وراك في الصوت، وحبة كده دراما، عشان بقى خلاص بقى انا ايه، ايديا اتقشعر، ويعني اي حاجة ماسكها في ايديا كده، منديل ولا اي حاجة يقع من ايدي مثلا هو الموبايل، عشان بقى اقول ايه ده يا صادق، خلاص
ده سلم للموت وقال لي ان هو ما خنيش، اذا فهو صادق. اوعى تفتكر ان انت تطلع من هنا سليم، وانت كمان اوعى تفتكر ان انت تطلع من هنا سليمة. انتوا الاتنين كل ما تملكوا تحت ايدي، واظن ان انا كسبت كل حاجة، واظن ان انا مش محتاجكم انتوا الاتنين. انا مش محتاج ناس خاينة تاني في حياتي، مش محتاج ناس اصلا. انا معايا كل حاجة، معايا الفلوس اللي هتجيب لي كل حاجة وتسخر لي كل شيء، تفتح لي كل البيبان المقفولة. فببساطة شديدة انا عايز اعرفكم على حاجة جديدة عملتها في الأوضة هنا. مش تباركولنا على الازاز اللي حواليكوا ده، ولا انتوا مخدتوش بالكم منه؟ بصوا بقى، انا عملت سيستم ميه. السيستم ده بقى، شايفين الازاز العازل اللي حواليكوا ده؟ الازاز ده المفروض ان احنا هنملاه من سيستم الميه. العازل ده بقى كل ما الميه تعلى في الاوضه انتوا بتغرقوا، كل ما هي بتزيد كل ما الميه بتعلى وتتملي في الاوضه من غير ما يسرب. بس ده ما اظنش انه كفايه. ممكن مثلا نحط ايه تاني؟ شايفين السلك اللي في الكهرباء، سلك الكهرباء اللي من الجنب ده، شايفينه؟ السلك ده ممكن يقع على الميه. الميه دي بقى برضو ممكن ما تبقاش ميه بس، ممكن الميه دي تبقى مخلوطه ببنزين، عشان لما الميه تيجي على الكهرباء وانتوا تبداوا تتلسعوا كده من الكهرباء والميه سوا، فيحصل شراره نار، فالميه تولع، فتبقوا ميتين محروقين متكهربين غرقانين. ايه رأيكم في الموتة دي؟ حلوة صح؟ افكار رهيبة والله. يعني انا مش عارف، دماغي دي اقسم بالله الماظ. ما اظنش حد فيكم فكر فيها قبل كده. فكرت فيها يا خالد؟ فكرت انت يا لين؟ طيب لا ما حدش فيكم يكذب، ما حدش فيكم يكذب ويقول انه فكر فيها. بص يا خالد، يعني اهلك انا مش هعرفهم انت ايه اللي جرالك، وبصراحة مش هتعامل معاهم تاني. يعني انا يعني مش عارف اقولك ايه، بس انت شوف انت كنت بتسندهم ازاي، اديك بغباوتك دي عملت لهم مشكلة كبيرة. حتى سندهم في الدنيا هيموت اهو، شفت؟ الله يرحمك يا خالد. انت بقى يا لين، انت كده كده سايبه اهلك من زمان، فمش مهم خلاص. يلا ما تنسوش بقى الشهادة، تمام؟ الشهادة يلا، وانا هتفرج من بره واخرج عشان مش بحب المشاهد دي، قلبي بيوجعني. يلا نشغل بقى كل حاجة. خرجت وقفلت الباب وشغلت كل السيستمز مع بعض، وخرجت برا المكان عشان يدوقوا العذاب الأخير اللي كانوا يستاهلوه. وبس يا دكتور، احنا كده خلصت. ده كل اللي حصل له. ماشي يا جاسر، ارجع بقى يا حبيبي مكانك، وانا هعدي عليك بكرة تاني نقعد مع بعضين. ماشي يا دكتور. وإلى هنا ينتهي الجزء الأول من حكايات دكتور نفسي. أظن الرواية دي هتكسر الدنيا. أنا دكتور خالد غنام، دكتور الطب النفسي، ودي أول رواية أنا بكتبها، والرواية دي مستوحاة من قصة مريض عندي. المريض ده اسمه جاسر، مريض عاش وحيد يتخيل إن هو حب واحدة وقتلها وقتل صاحبه وورث فلوس كتير، وهو شخص معدم تماما. بس كل الحكاية دي دماغه هيئتها له. مشكلته بقى ان هو بيحكيها لي وهو مصدق جدا كل تفصيلة فيها، فقررت اكتب حكايته دي ونحكيها. عامة استنوني، هتلاقوني جايلكم قصص تاني كتير. اصل حكاوي المرضى دول بيجي منها حاجات كتير. يلا طولت عليكم، ما تنسونيش، ان شاء الله نتقابل تاني. وبكده يكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تعجبكم. صدقوني رأيكم على الحلقة دي بالأخص هيفرق معايا جدا. الحلقة دي عودة ليا كتابيا بعد ما كنت موقف فترة، ورأيكم فيها هيشجعني إني أرجع تاني أكمل كتابة. أرجوكم ما تنسوش تسيبولي رأيكم في الكومنتات تحت.
كمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. واي حد عنده قصة حقيقية او قصة من التأليف وحابب اننا نحكيها يقدر يبعتها لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. متنساش بقى تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو القصة عجبتك متنساش تحط لايك، ولو القصة عجبتك برضه متنساش تسيب لي رأيك، لو ما عجبتكش برضه متنساش تسيب لي رأيك لانه مهم. لو عجبتك قوي بقى ممكن تعملها شير وتسمعها لأكتر من شخص معاك، ده صدقني بيساعدني ان اكمل اكتر. متنساش كمان اخواتنا المستضعفين في كل مكان ادعي لهم. يلا طولت عليكم، تصبحوا على خير.